احنا في فترة امتحانات، ازاي تذاكري لولادك مهما كانت المواد صعبة؟ انجح طريقة للمذاكرة هي بحل نماذج للأسئلة، المنهج كله عبارة عن مجموعة أسئلة مش هيخرج عنها. لو اتدرب على حلها بتكرار هيقفل أي امتحان في ربع ساعة. ازاي؟ ابنك مثلا في تانية ثانوي وعايزاه يذاكر كيمياء، ادخلي على اليوتيوب اكتبي حل امتحان كيمياء تانية ثانوي 2026 الترم الأول. هيطلع لك عدد كبير من الفيديوهات فيها أساتذة جايبة الامتحان والحل بتاعه. اختاري منهم 2 أو 3 بالكتير وخلي ابنك أو بنتك يكتبهم ورا الأستاذ اللي بيشرح في كشكول وبخط كويس. بعد ما يخلص اختبريه، ما انت عندك الفيديو الامتحان بالإجابات. اختبريه في 3 أسئلة، عدى في 2 منهم كافئيه، وهكذا على باقي المواد، وده شامل كل السنين الدراسية من ابتدائي لثانوي. أولا هيتعود على حل الامتحانات، ثانيا هيحسن خطه لأن الطلبة بقى خطهم زي الزفت. بلاش ذاكر عشان تنجح وتفلح، مش هيفهموا الكلام ده. قولي ذاكر عشان تلعب، اربطي المذاكرة باللعب أو بأكتر حاجة هو بيحبها. هو لو ذاكر ساعتين بس بالشكل ده في اليوم مستواه هيفرق تماما. أنا لايف كوتش أحمد بدوي، ابعتولي في الكومنتات أو الرسائل لو عندكم أي أسئلة، وبالتوفيق إن شاء الله.